نحن فكرنا انه هي انه حفله تخرج لإلهم. انا هيك واصلتني، انا نفس ما بخبروني بروح انا. فطلعت هي حفله، هن بس الحفلات هاي بتكون بالمراحل الانتقاليه مثل ما خبرتكم. يعني مثلا عندكم كي جي 1 ما له حفله، بس انه بيشارك مع الكي جي 2، مع هن رفقاتهم هن بنفس المكان. عرفتوا شو؟ فخلوهم يشاركوا. هي الحفله المضبوطه هي للكي جي 2، لانه رايحين هن بالمرحله الانتقاليه للمدرسه الصف الاول. بقى بتروح لصف السادس او الخامس، يمكن بتصير مرحله انتقاليه كمان غيرها. فكل مرحله انتقاليه بيكون في حفله. فما زال شاركت وهيك وكذا، بقى انه خلص حفله، فقلنا بنعملها نحن كمان هون حفله وهيك بننبسط فيها، بتفرح هي. وهذا كله بيكون دائما تشجيع، تحفيز للطفل على انه انت كل ما درست رح نعمل لك مثلا حفله، رح نقدم لك هديه، رح نعمل لك يعني كله من نوع التحفيز. فانت اليوم عم تحفز طفلك، عم تحببه اكثر بالدراسه، انه انت عم تقدر تعبه. مثلا شوف انا لانك انت كنت شاطر انا عملت لك هذا الشيء، فانه بحسها عاديه. يعني وين المشكله اذا نعمل له حفله ولا تخرج ولا غير تخرج الى اخره. المهم يكون في شيء محفز للطفل، ضروري يحب الدراسه، ما نتعامل معه بطريقة انه يكره الدراسة. اطلع انا باعتبار انه ننوش راحت على الصالون، خليني روح على الجيم. اليوم عندنا افخاذ عندنا اليوم تمرين رجلين، اوكي، لانه بكره عطلة يوم الجمعة ما بروح على الجيم، فبنخلي اليوم الراحة يكون شو؟ تمرين الرجلين، لانه اللي بيلعب جيم وبيروح بيلعب اجرين فبيعرف شو هي النتائج، شو راح يصير فيه؟ راح يرجع يمشي هيك عرفتوا؟ ترجع معضل فارت على الاخر. اخرت كمان نص ساعة. ايه غيروا الشغلات. هاي والله بعد زمان ما جيت على الصالون. هاي اخري خلص مريم تجي بتقعد هون. هاي سلمي ماما. هون ميرو إلها يعني هون شي عمري انتي سوي حياة ماما. يلا عدي. انا بلشت بضفيري وبدأت اول جهة شايفين، وهي الجهة الثانية لسه ما بدنا. ضفيري كتير طولانين كتير مو شوي، وهذا والثاني جنبه اكلوا ضربات فيعني واقفين على شعره. وهون ماما كمان بلشت بأضافيرها. طبعا انا شلت الديل عنهم بالكامل وهلا رح نعمل من جديد. انا بس عم حط لون، يعني اضافيري الطبيعيه بس فوق اللون جل مشان يحميهم ومشان يضاين اكثر يعني. بس ما شاء الله اضافيري كثير صايره يعني طولوا بسرعه، فلهذا السبب ما صار لي كثير عملتهم على فكره، فنزل منيح الاضافير طولوا يعني. بس حبيت اغير البرد، انا كثير بحب هي، بحسها كيوت على ضفيري بتلبق لهم اكثر. ثانيه حلوه بس بحس حالي مثل القطه ما بعرف كيف. ما كتير برغب على فكرة لهذا الشب، بحب هذا أكثر، بحسه أنعم على أظافيري أنا. شو رأيكم؟ حتى ماما على فكرة بتحب هيك تعمل أظافيرها. فهلا حتى قصرتهم كانوا كتير طوال، ما بعرف إذا بقصرهم بعد حسب الموديل. بعد ما قررت شو رح أعمل، جايبة في بنت هون من الأردن ميك اب، قالت لي أنا جيت أسويك لهون وبلشت شغل، انتي بعد جيتي لهون. لا والله بس لانه انا اشتغلت ونقلنا وهيك وكذا شغله يعني، وعن جد صار لي منيح ما جيت. قالت لي خلود بعد شهر تماما بيكون صار لك سنه ما جيتي لهون. طبعا انا على تواصل مع خلود يعني وهيك. قالت لي يعني انت لو مكفيه الشهر كان صار لك سنه. قلت لا انا خلص جيتك قبل السنه. فاجت لهون وقدمت ما شاء الله. عم تقول لي خلود شغله بالميك اب تحفه يعني كثير حلو، الكل عم يمدح فيه. لسه ما جربته انا. رح شوف بكره اذا متوفر عندهم تبعت لي هون على البيت الميك اب والشعر، لانه بكره رح نعمل حفله امير وحفله تخرج ما صارت. خلي لي قلبها انا شو مبسوطه. هلا كمان بدي اعملها كمان ضفيره لميرو، غير لها اياهم حط لها بينك. شو رايكم؟ يعني راحه نفسيه بس يبلشوا برد. ايوه.